قدم النائب الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية جو ويلسون مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب الأمريكي يدعو إلى فرض عقوبات على جبهة البوليساريو وتصنيفها كمنظمة إرهابية. ويحمل مشروع القانون عنوان قانون تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية بوليساريو فرونت تيرورست ديزيجنيشن أكت، وينص على أن الجبهة التي تأسست سنة 1973 تعد جماعة انفصالية تنشط أساساً في منطقة الصحراء الغربية. ويهدف النص التشريعي وفقاً لمقدمته إلى تقييد نشاطات الجبهة من خلال آلية العقوبات الأمريكية وفتح الباب أمام تحركات دبلوماسية تدين ممارساتها، خاصة بعد توالي تقارير دولية تتهمها بتهديد الاستقرار الإقليمي وارتباطها بجهات مسلحة في منطقة الساحل. ولم يكشف بعد عن موعد مناقشة النص داخل اللجنة المختصة، غير أن تقديمه يمثل سابقة في الموقف التشريعي الأمريكي من النزاع حول الصحراء، وسط تنامي الدعم الأمريكي لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. ويأتي هذا التطور في سياق جيوسياسي حساس يتسم بتنامي المخاوف من تزايد الأنشطة الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، حيث تؤدي الروابط المحتملة بين البوليساريو وبعض الجماعات المسلحة إلى مزيد من الضغوط الدولية لتضييق الخناق على هذه الأخيرة.